رجعنا لكم مرة تانية وخلينا نتكلم النهارده عن برج الحمل بالتفاصيل. وما دام قلنا أبراج يبقى أكيد النهارده بتشرفنا وتنورنا خبيرة الأبراج والناشرة هالة عمر. اهلا اهلا إيه الأخبار؟ الحمد لله كله حلو؟ ماشي. عجبتك الأغنية اللي حطيتها؟ طبعا. برجعك كل الأوقات دي جميلة. يوم الأربعاء هنحط بوني إم ويوم الخميس هنحط مودرن توكينج. فاكرة مودرن توكينج؟ بيقولوا شيري ليه؟ برضه ابو شعر طويل ده. فرق اسمهم ايه اللي كانوا البنتين اللي اسمهم دايما بلاك اند وايت؟ بكرة دول برضه كانوا فظاع. هحطها لك يوم الجمعة أو السبت. بكرة مخصوص عشان هالة كانوا جمال، والأبا كمان كانوا فظاع، وكوين والبي جيز. لا يعني واريكو ماسياس. هو ايه اللي حصل؟ انا اعرف يا اختي. يعني طب احنا بنتكلم على دول اوروبيين وامريكان وكده، حتى دول اتوكسوا. الذوق العام عندهم وحش. ايه اللي حصل؟ طب انا هقول لك حاجه، انت لما بتروحي امريكا والبلاد المتقدمه كده بتشوفي الناس لابسه ايه في الشارع؟ لابسين وحش. لابسين مبهدل قوي. طب مبهدلين لابسين وحش، شكلهم وحش. وشوفيهم زمان دولت كانت انا يعني في ايطاليا انا مثلا لما بروح اقول هلاقي ناس ماشيه في الشوارع لابسه حلو، لابسين وحش. والاغاني بتاعت دلوقتي عالميا كلها بس في باريس لا يعني مش قوي، مش زي الاول بس افضلهم. يعني بصي تروحي يمين تروحي شمال، وفي لندن لا تروحي يمين تروحي شمال، مفيش احلى من المصريين. من حيث ايه طيب؟ لا انا ما برج الحمل ما بعرفش يكذب. بيقطعوا في اشجار الميريلاند. يلا شفتي الوكسه والحوسه؟ انا مش وسمعت كمان ان هم عايزين يهدوا الماريجن واللي جنبه اسمه ايه؟ حياه. ايوه وهيهدوه، عايزين يطلعوا بعمارات طويله. مش عمارات لا، بس دوت لو هدوه مش مشكله، دي حاجات حديثه ملهاش قيمه فنيه ولا تراثيه. ماشي بس هيتعمل مكانها 3 فنادق. ابراج؟ لا فنادق. بس هيقفلوا النيل على الناس. هم مقفول يعني. لا يعني اللي عايشين على النيل بيشوفوا النيل. في جاردن سيتي. بس ما الابراج دلوقتي موجوده وقافله عليهم برضه. لا مش قافله قوي. لا يعني بقى عادي. بص على طريق المعادي مش في ابراج على الشمال؟ مش قافلين حرم النيل ليه؟ ما هو في كورنيش والناس تمشي وتتبسط وتشم هوا. صح. انا مش فاهمه ليه هي ضيقت يعني. ما يعملوا الحاجات دي في العاصمه الجديده بقى. والعاصمه الجديده لو هيبقوا عندهم يعني اللي واضح ان هم عايزين يقلدوا دبي بقى فيها نيل صناعي. تعملوا نيل صناعي يا اخي. ما اعرفش، انا مش عارفه ليه الزنقه دي، ليه بينكدوا على الحتت الحلوه؟ احنا بنحب الزنقه. ولا مؤاخذه هي محتاجه كده بقى. الواحد قبل كده قال لك الحاره المزنوقه. والله حاجه تحزن. انا اللي انا مستغرباه ان احنا كلنا قاعدين نقول ايه اللي حصل ربع يا حبيبي. لا هربع بقى. لا تيك يور يعني هتحلو قوي معاكي. عيش حياتك. عايزه تربعي ربعي. لا انا ما عنديش يعني ما اعرفش اقعد القعده دي. ركبي توجعني. انا شخص رياضي. انت راضي الاستيك. مش عارفه ليه كلنا الغريب كلنا على الفيسبوك وفي قعداتنا كلنا نقول الزمن الحلو الزمن الجميل، يا خساره كلنا تقريبا. ومع ذلك واكيد اللي زينا واللي في الحكومه واللي في الرئاسه وكله بيقول الزمن الجميل. طب ايه اللي حصل؟ ما نحاول نساعد بعض بقى. بس خلي بالك ان كل زمن بيقولوا، يعني في الستينات كانوا يقولوا على بتوع الاربعينات الزمن الجميل، بتوع الاربعينات كانوا بيقولوا على بدايه القرن الزمن الجميل. هو كل فتره كده. لا يعني معنى كده ان احنا كمان 20 سنه هيقولوا علينا الزمن الجميل، ده تبقى مصيبه سودة. شوفي بقى الإضمحلال هيوصل لغايه فين. لا انا لو انا يعني اي اسيوم لو هم عملوا شويه برامج على ذكر ما انت كنت بتحكي دلوقتي، البرامج اللي كانت بتاثر، شايف سايب اثر ازاي بعد كام سنه. شوفي انا اللي بتعدل البيئه واللي بتعدل الاسلوب واللي بتعدل العادات والتقاليد، يعني شويه تهذيب وتقليم يمكن تظبط. لو ظبطوا التعليم هتظبط، يعني شويه انضباط هتظبط. خليها برج الحمل. برج الحمل منضبط. مش عشان برجك؟ لا والله انا اولا انت والبنت جوعان. لا اسمه ايه اللي بيقعد على المكتب ده صديقي ده بس بنسى اسمه. اللي هو بيديني المفتاح. برضه برج الحمل. لو في ناس بتحمل كتير هنا. اولا برج الحمل يتميز بالطيبه. هو عيوبه هنقول عيوبه عشان ما تقعدش تقول لي عشان ابتدي بالعيوب. بالعيوب. هو مندفع جدا ومتحمس قوي ومتميز، يعني بيحب الاكشن.
فهو دايما انتو تشارج، بيزهق قوي من الرتابه، ما يعرفش يشتغل ورا مكتب. نشيط، بيحب الصحاب، بيحب الدنيا، بيحب الشغل، بس بقى زهوق، فيفضل انه يعمل مشاريع قصيره المدى، يزهق، يلوز انترست، يفقد الحماس. لازم حاجه دايما تعمل له موتيفيشن. اللي بيعمل له موتيفيشن ايه؟ البيئه الحلوه، البيت الحلو، الصحبه الحلوه، الناس اللي حاسه بقيمته. هو قلبه ابيض قوي وجدع قوي مع اصحابه وعطاء جدا وصادق. عماله تقولي ما تمدحي لا، ما هي كل عيب بيجيب مصيبه بقى، هقول لك. طب لا استنى، قبل ما تقولي لي لازم نشوف فاصل. على طول كده؟ على طول كده. طيب انت قاعده معانا لسه شويه. ماشي اوكي. فاصل ونرجع لكم على هالة عمر، خليكم على بقى سمحتوا. رجعنا لكم مره ثانيه مع هالة عمر. قلنا بقى القعده هتحلو، فنضرب لنا بقى ايه كتاكيت وشمعدان وتسالي يلا. جميلة. نرجع مرة تانية بقى لبرج الحمل. لازم نقول بقى ان هو مواليد من 21/3 ل 20/4. 21/3 ده امبارح. ما انا عشان كده قلت لك كل سنة وانت طيب. دلوقتي الشمس دخلت برج الحمل. اوكي. وهو برج ناري، وكوكبه اللي بيحكمه المريخ، وكوكب العمل بتاعه المريخ، وكوكب الحب الزهرة، وكوكب المال الزهرة، وكوكب الإبداع والمرح الشمس، وكوكب الصحة والعمل عطارد، وكوكب المنزل والحياة العائلية القمر، كوكب الروحانيات نبتون، كوكب السفر والتعليم والفلسفة المشتري اللي هو جوبيتر، ألوانه الأحمر والنبيتي، الألوان اللي بتدعم الحب، الإحساس بالحب، الأخضر والأخضر المزرق اللي أنا لابساه ده البترولي، عشان كده جايين النهارده. وبيحبوا الألماظ. أيوه. ألوان تدعم قوة الامتلاك الأخضر، الحجر بتاعهم الألماظ، المعدن الحديد أو الستيل الصلب الفولاذ، الرحيق اللي هو الريحة اللي بيحبها الحاجات السويتي، الحاجات الهاني اودر، البارفانات السويتي اللي تحس انها زي البونبون. انا حمل ما بحبش ده، بس انا اسندس حوت. ايوه، فتلاقيني احب الحاجات التانية اللي هي تبع البحر والخضره وكده. لو كل برج ليه طبعا. لكن الحمل اسندس حمل يحب البارفانات السويتي اللي هي تحسها زي فيها بونبون كده، زي فيها بيسموها بالانجلش هاني ساكل. اوكي. السمة القوية في اصحاب برج الحمل. وانا بطلع صوت وانا باكل؟ لا. السمة القوية النشاط، يعني اول صفة فيهم اكشن. زمان وانا صغيره كان بابي الله يرحمه يقول لي ايوه هلا اكشن. بس شايفه راحت فين؟ انا بقيت ليزي قوي. ما تضربي لك واحده اما اخلص دي. طب انا هضرب واحده ثانيه. طب بالهنا والشفا. الصفه اللي بيحتاجها علشان صاحب برج الحمل يحصل له حاله توازن، لازم دايما يعلم نفسه حاجتين. يفضل مركز، والامهات اللي عندها اصحاب برج الحمل تحاول تعلمه منذ الصغر التأني والصبر، لانه مش صبور وبيزهق وسريع واحيانا مندفع، عايز ينجز بسرعه، يلا 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 كده. اقوى الصفات اللي بيتميز بيها الشرف والنشاط والشجاعه والصدق والاعتماد على النفس والوعي بالذات. هو عنده شموخ نفسي، يعني ما بيحبش يحصل بهدله، يعني عنده كرامه. والطفل الحساس جدا في برج الحمل، وما يصحش الام او الاب يهنوه او يتريقوا على احلامه او وكتر النقد يكسره. لا، كل ما شجعوه كل ما ابدع. هو انت قلت لي من 21 لكام؟ ل 21 ل 20 ابريل. يعني مثلا لو الام تقول لا انا مش هقول له برافو عشان يعمل اكتر، ايه الخيابه دي؟ لا انت ممكن كده. لكن انت الله انت شاطر. ده مع كل العيال ما ينفعش نعمل كده اصلا المفروض. بس في ابراج لما تقول له الله انت شاطر يكتفي عند كده، ما يجودش. لكن اصحاب برج الحمل لو قلت له برافو عليك يديلك اكتر. في الشغل لو المدير قال للواحد برج الحمل ما قالوش برافو او ما ادالوش اي كلمه تشجيع، يهبط حماسه، يهبط. برج الحمل بيحبوا يدلعوا. اوكي. ما تنساش انه طفل اوف ذا زودياك، طفل الابراج. اقوى الاحتياجات بالنسبه له الحركه، الاكشن، الرتابه، ده يجيب له اكتئاب. ما يعرفوش يقعدوا على حالهم.
لا هم مهايبرين. وشخصيتهم هندخل في الشخصيات دلوقتي جواها. يعني الصفات اللي لازم يتجنبها: الاندفاع، التسرع اللي هي العجله، هو مستعجل، التهور، اوكي، الحده والعنف. الابراج اللي بتتوافق معه جدا طبعا الناريين اللي زيه الاسد والقوس. الابراج اللي لا تتوافق معه السرطان والميزان والجدي. يحصل اختلافات بينهم، مش يقطعوا بعض، لا، يبقى في مختلفين في الفكر وفي الاسلوب وكده. اكثر الابراج اللي بتساعده الجدي. اكثر الابراج داعمه عاطفيا له السرطان. اكثر الابراج داعمه ماديا الثور. افضل الابراج للشراكه الميزان. افضل الابراج داعمه للابداع الاسد. افضل الابراج للمرح والمثامره الاسد. افضل الابراج داعمه في الروحانيات القوس والحوت. افضل الايام الثلاث. في نص الاسبوع كده؟ نص الاسبوع كده. طبعا هو احنا قلنا ان هو لو اتكلمنا على الناحيه الماديه، هو كريم وبيحب الفلوس لانه بيحب يستمتع بالحياه، بيحب قوي يستضيف صحابه، كريم جدا، بيحب يعمل قعده ويعمل اكشن ويحب الناس وعطاء وجدع قوي مع اصحابه. وما هوش يعني، بس هي مشكلته ان هو لازم يعمل كنترول، لانه ممكن يقول تعليق لانه بيتميز لانه بيتميز بالحس الساخر بالكوميديا، يعني بيضحك وكده. التعليق ممكن يوجع حد، فلازم يراقب ده، ما يبقاش فظي يعني. وهو ما بيبقاش قلبه على فكره، ما بيبقاش قاصد يعني، هو بس لسانه سابقه يفكر شويه في اللي هيقوله. من ناحيه بيشتغل كويس قوي، يفضل الشغل الحر، ما ينفعش ياخد اوامر. فاذا هيشتغل عند حد لازم يشتغل مدير حاجه، لازم يتخذ في الاعتبار انه ما ينفعش حد يحركه، هو مستقل. واحلى حاجه فيه ان هو لازم يعني احلى وضع في شغله ان هو يبقى رئيس حاله، يبقى صاحب مشروعه. وماديا اتكلمنا كده في ده كله، ويقدر يعمل فلوس كتير قوي لو راعى حاجتين: ان هو يركز، اوكي، لانه ساعات بيحب القعده الحلوه فبتاخده بقى الحماس، يقوم يصرف كتير قوي، يرجع الله انا ففلوسه بتخلص. لازم يركز جدا في طريقه الصرف. مش معنى كده ان مش هيقابلكوا حد حمل بخيل، لا، هيقابلكوا حد بخيل، بس اسندس برج مش بخيل. البسكوت عمل شغل سوري بس اسندس حاجه يعني كوكب برج مثلا السرطان، برج مائي، العقرب، الجدي، اسندس زحل يبقى في بيت المال، في حاجه عكس حاجه كده. اوكي، تليفون اجيلك؟ واي نوت. احنا كده خلصنا الماديات. اوكي، معانا استاذه وفاء من القاهره، مش كده؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت يا استاذ شريف، عايزه اسال عن برج العقرب، بس يا رب يخليك يعني تكلمني ليه عشان انا وبنتي. هي بنتك برج العقرب؟ عايزه تسالي على ايه بالظبط؟ عايزه تسالي على ايه بالظبط؟ يعني عن الايام اللي جايه كده، يعني عايزه اعرف في خير ما في. عندها مشاكل. انت عندك مشاكل يا وفاء؟ كتير. مشاكل ماديه وصحيه. يعني مشاكل، يعني بطلع من حاجه بدخل في حاجه. بس انت بتتكلمي برج العقرب بنتك مش حضرتك؟ لا، وانا برضه. انتوا الاثنين عقرب؟ وفاء الدنيا ما اتحسنتش شويه من اخر ديسمبر اللي فات ده؟ لا، انا مكلماكي برضه اخر مره وقلت لي هتقابلك مشاكل كتير. بس المفروض تكون خلاص ابتدت تتحسن، يعني الصحه ما بقتش كويسه 100%، ولكن احسن من الاول مفروض، ولا ايه؟ لا، الحمد لله احسن من الاول بكتير، وهتتحسن احسن. وماديا برضو، هي بنتك في المدرسه ولا بتشتغل؟ لا، بنتي في المدرسه ثانيه اعدادي. طيب هي ممكن تكون عندها قدره للمذاكره احسن من الفتره اللي فاتت. الحمد لله، صح. بتركز اكتر، لان الكوكب اللي كان معاكسكو مشي احنا قلنا هيرجع تاني شهر 7 لحد شهر 8 لحد سبتمبر. هبقى اقول لكم بالظبط المره الجايه، بس المفروض ان انتوا صحيح
منتوش زي ما تتمنوا، مش ايه مع الوقت. بس في تقدم ولو بطيء شويه شويه في كل المجالات، سواء صحيا او قدره دراسه ماديا. ارجع اقول لكم ان في حته بقى الرزق ملهاش دعوه، هيبقى احسن، بس انا مش عارفه ربنا مقدر لك رزق قد ايه. فانت احسن من الاول، بس ما هواش اللي انت نفسك فيه. هيحصل تقدم شويه شويه. تفائلي يا وفاء، والله الدنيا هتبقى زي الفل. بشكرك يا استاذه وفاء، شكرا ليكي. شكرا، واعتقد ان هاله جاوبت بالتفصيل. فاضل لي 3 دقائق. طيب نتكلم على حته مهمه قوي بقى في برج الحمل عاطفيا. هو فياض المشاعر ومشاعره كتيره ومتحمس، فمعظم يعني 99% من اصحاب برج الحمل بيتجوزوا بسرعه جدا، لان هو ممكن يحب حد من اول نظره ويطلقوا بسرعه جدا ويطلقوا، فبعدين يتعلم. هو الجميل في برج الحمل انه يا رب يعني ربنا ينور بصيرته ويتعلم. هو بيحصل حاله من الاندفاع، وبعدين هو بيبقى بيحب بكل كيانه وعنده احلامه وعايش في قصته، ويفاجئ بالامر الواقع. فاكستريمست بقى، مش يرجع بقى يبص على الموضوع يقفل كومبليتلي، خلص الموضوع دي بايظه شوف غيرها، يعني انا لاعب بره اللعبه خلينا نخلص دي. فهي المشكله ان هو من كتر ما هو نقي المشاعر، يعني لازم ياخدها الحاجه بيور زي ما في دماغه. لو حصل فيها شوائب خلاص باظت العلاقه. وهو يعني في الحته دي شويه في ناس تتصوره انه احمق، بس هو في رايه انه هو صادق، لانه ما بيقدرش يعيش مع حد او يقدر ما يعرفش يمثل على حد، ما يعرفش ينافق حد، يعني ما عندوش القدره بتاعت انه ممكن يظبط نفسه على تيون المرحله الشكل ده او الشخص ده. هو تلقائي جدا. فالناس لو فهمت ده مش هتزعل منه، لكن في ناس ما بتفهمش. يا سلام، يا ايه اللي حصل يعني، ما دي ممكن عيب ونبلعه. لا، هو المفروض ان هو عايز الشكل ده اللي هيعيش معاه. مع النضوج طبعا والحياه والتجارب والوجعات والكسرات، لانه من كتر طيبته بيستخدم كتير جدا من اصحاب كتير قوي، وبيستغل كتير جدا وبيخدع جدا، لان هو متصور ان كل الناس زيه. فهو يفاجئ ان اللي قدامه كان بينافقه وكان بيعرفه عشان مصلحه، فبيتعور قوي ويتوجع قوي، فيبتدي بقى شويه شويه جلده ينشف بقى. فبياخد وقت، لكن بيتوجع نفسيا كتير جدا وبتصدم في ناس كتير جدا علشان الحته دي فيه. ده عاطفيا. هتاخد فاصل؟ لا مفيش فاصل، هنختم. احنا خلاص خلصنا؟ والله طب احنا خلاص كده مفيش حاجه. هو السنه دي المفروض احنا قلنا ان كل الابراج في تحسن، وبرج الحمل برضه في تحسن، مش زي ما بيحلم، بس المفروض انه هيبقى احسن كمان من يوم 11 اغسطس. ونفسي بعد 11 اغسطس يجي لنا تليفونات يقولوا لنا صح الكلام، يعني انا نفسي مستنيه 11 اغسطس. كلنا مستنيين 11 صحيا هيحصل تقدم، ماديا هيحصل تقدم، الدنيا احسن، وان شاء الله كمان السنه اللي جايه باذن الله نعيشنا يا رب ويدينا العمر هتبقى احسن من السنه دي لاصحاب برج الحمل. يا رب يا رب يا رب. يا شريف انا تعبت. انت تعبتينا من 2010 من 2011 من 1/1 لو اقدر بس اشيل يعني كذا كوكب واوديه في حته، بس كل واحد انا قلت في كسوف الشمس ولا خسوف الشمس فيك، بس الحمد لله ما حصلش حاجه. الحمد لله عدت الكسوف فات زي الفل. الحمد لله. دعيت الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. بشكرك. ميرسي يا شريف، انا متبسط قوي. بص الوقت انا حسيت ان لسه قدامنا شويه كمان، ومتربعين وبسكوت وكده. قاعدين بس حلو. هذا هو البيت شريف. يا رب يخليكي. بقول لك المره الجايه هنتكلم عن برج ايه؟ الثور. ما احنا ماشيين احنا اتفقنا قبل كده، قلنا هنعمل مرتين تاني عشان ندخل يا اما الاسندنس يا اما البرج الصيني. بس انت بعتني اسبوعين. خلاص انت المره الجايه مش هنتكلم على الابراج دي، المره الجايه صيني. اوكي صيني. خلاص اتفقنا. بشكرك. ميرسي ليك يا حبيبي. ثانك يو. بشكر هاله عمر على وجودها معانا النهارده. هنشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم فقره بشرتي برعايه افن. النهارده بتشرفنا فيها استاذه الدكتوره طاهره الهيطه، استاذ الامراض الجلديه والتجميل بالقصر العيني. خليكم معانا لو سمحتوا. ليه كلنا الغريب كلنا على الفيسبوك وفي قعداتنا كلنا نقول الزمن الحلو الزمن الجميل، يا خساره كلنا تقريبا، ومع ذلك واكيد اللي زينا واللي في الحكومه واللي في الرئاسه وكله بيقول الزمن الجميل. طب ايه اللي حصل؟ ما نحاول نساعد بعض بقى. بس خلي بالك ان كل زمن
بيقولوا يعني في الستينات كانوا يقولوا على بتوع الاربعينات الزمن الجميل، بتوع الاربعينات كانوا بيقولوا على بدايه القرن الزمن الجميل. هو كل فتره كده. لا يعني معنى كده ان احنا كمان 20 سنه هيقولوا علينا الزمن الجميل ده، تبقى مصيبه سودة. شوفي بقى الاضمحلال هيوصل لغايه فين. لا انا لو انا يعني اي اسيوم لو هم عملوا شويه برامج على ذكر ما انت كنت بتحكي دلوقتي، البرامج اللي كانت بتاثر، شايف سايب اثر ازاي بعد كام سنه. شوفي انا اللي بتعدل البيئه واللي بتعدل الاسلوب واللي بتعدل العادات والتقاليد، يعني شويه تهذيب وتقليم يمكن تظبط. لو ظبطوا التعليم هتظبط، يعني شويه انضباط هتظبط. خليها برج الحمل. برج الحمل منضبط. مش عشان برجك؟ لا والله، لا انا اولا انت والبنت جوعان. لا اسمه ايه اللي بيقعد على المكتب ده صديقي ده، بس بنسى اسمه. اللي هو بيديني المفتاح. برضه برج الحمل. لو في نسبة حمل كتير هنا. اوكي. اولا برج الحمل يتميز بالطيبة. هو عيوبه، هنقول عيوبه عشان ما تقعدش تقول لي عشان ابتدي بالعيوب. بالعيوب. هو مندفع جدا ومتحمس قوي ومتميز، يعني بيحب الاكشن، فهو دايما انتو تشارج، بيزهق قوي من الرتابه، ما يعرفش يشتغل ورا مكتب. نشيط، بيحب الصحاب، بيحب الدنيا، بيحب الشغل، بس بقى زهوق، فيفضل انه يعمل مشاريع قصيره المدى، يزهق، يلوز انترست، يفقد الحماس. لازم حاجه دايما تعمل له موتيفيشن. اللي بيعمل له موتيفيشن ايه؟ البيئه الحلوه، البيت الحلو، الصحبه الحلوه، الناس اللي حاسه بقيمته. هو قلبه ابيض قوي وجدع قوي مع اصحابه وعطاء جدا وصادق. عماله تقولي ما تمدحي لا، ما هي كل عيب بيجيب مصيبه بقى، هقول لك. طب لا استنى، قبل ما تقولي لي لازم نشوف فاصل. على طول كده؟ على طول كده. طيب انت قاعده معانا لسه شويه. ماشي اوكي. واصل عليكم على العمر، خليكم على رأس واحده. رجعنا لكم مره ثانيه مع هاله عمر. قلنا بقى القعده هتحلو، فنضرب لنا بقى ايه كتاكيت شمعدان وتسالي يلا. جميلة. نرجع مرة تانية بقى لبرج الحمل. لازم نقول بقى ان هو مواليد من 21/3 ل 20/4. 21/3 ده امبارح. ما انا عشان كده قلت لك كل سنة وانت طيب. دلوقتي الشمس دخلت برج الحمل. اوكي. وهو برج ناري، وكوكبه اللي بيحكمه المريخ، وكوكب العمل بتاعه المريخ، وكوكب الحب الزهرة، وكوكب المال الزهرة، وكوكب الإبداع والمرح الشمس، وكوكب الصحة والعمل عطارد، وكوكب المنزل والحياة العائلية القمر، كوكب الروحانيات نبتون، كوكب السفر والتعليم والفلسفة المشتري اللي هو جوبيتر، ألوانه الأحمر والنبيتي، الألوان اللي بتدعم الحب، الإحساس بالحب، الأخضر والأخضر المزرق اللي أنا لابساه ده البترولي، عشان كده جايين النهارده. وبيحبوا الألماظ. أيوه. ألوان تدعم بينهم، مش يقطعوا بعض، لا يبقى فيه مختلفين في الفكر وفي الأسلوب وكده. أكثر الأبراج اللي بتساعده الجدي، أكثر الأبراج داعمة عاطفيا له السرطان. أكثر الأبراج داعمة ماديا الثور. أفضل الأبراج للشراكة الميزان. أفضل الأبراج داعمة للإبداع الأسد. أفضل الأبراج للمرح والمثامرة الأسد. أفضل الأبراج داعمة في الروحانيات القوس والحوت. أفضل الأيام الثلاث. في نص الأسبوع كده؟ نص الأسبوع كده. طبعا هو احنا قلنا ان هو لو اتكلمنا على الناحية المادية، هو كريم وبيحب الفلوس لأنه بيحب يستمتع بالحياة، بيحب قوي يستضيف صحابه، كريم جدا، بيحب يعمل قعدة ويعمل أكشن ويحب الناس وعطاء وجدع قوي مع أصحابه، وما هوش يعني. بس هي مشكلته ان هو لازم يعمل كنترول، لأنه ممكن يقول تعليق لأنه بيتميز لأنه بيتميز بالحس الساخر بالكوميديا، يعني بيضحك وكده. التعليق ممكن يوجع حد، فلازم يراقب ده، ما يبقاش فظي يعني. وهو ما بيبقاش قلبه على فكرة، ما بيبقاش قاصد يعني، هو بس لسانه سابقه، يفكر شوية في اللي هيقوله. من ناحية بيشتغل كويس قوي، يفضل الشغل الحر، ما ينفعش ياخد أوامر. فإذا هيشتغل عند حد لازم يشتغل مدير حاجة، لازم يتخذ في الاعتبار انه ما ينفعش حد يحركه، هو مستقل. واحلى حاجة فيه ان هو لازم يعني احلى وضع في شغله ان هو يبقى رئيس حاله، يبقى صاحب مشروعه. وماديا اتكلمنا كده في ده كله.
ويقدر يعمل فلوس كتير قوي لو راعى حاجتين، ان هو يركز اوكي، لانه ساعات بيحب القعده الحلوه فبتاخده بقى الحماس يقوم يصرف كتير قوي، يرجع الله انا ففلوسه بتخلص. لازم يركز جدا في طريقه الصرف. مش معنى كده ان مش هيقابلكوا حد حمل بخيل، لا هيقابلكوا حد بخيل، بس اسندس برج مش بخيل. البسكوت عمل شغل سوري بس اسندس حاجه يعني كوكب برج مثلا السرطان، برج مائي، العقرب، الجدي، اسندس زحل يبقى في بيت المال، في حاجه عكس حاجه كده. اوكي اهو تليفون اجيلك. واي نوت. احنا كده خلصنا الماديات. اوكي معانا استاذه وفاء من القاهره، مش كده؟ الو نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت يا استاذ شريف، عايزه اسال عن برج العقرب، بس يا رب يخليك يعني تكلمني ليه عشان انا وبنتي. هي بنتك برج العقرب؟ عايزه تسالي على ايه بالظبط؟ عايزه تسالي على ايه بالظبط؟ يعني عن الايام اللي جايه كده، يعني عايزه اعرف في خير ما في. عندها مشاكل. انت عندك مشاكل يا وفاء؟ كتير. مشاكل ماديه وصحيه. يعني مشاكل، يعني بطلع من حاجه بدخل في حاجه. بس انت بتتكلمي برج العقرب بنتك مش حضرتك؟ لا وانا برضه. انتوا الاثنين عقرب؟ وفاء الدنيا ما اتحسنتش شويه من اخر ديسمبر اللي فات ده؟ لا انا مكلماكي برضه اخر. من قوه الامتلاك الاخضر، الحجر بتاعهم الالماس، المعدن الحديد او الستيل الصلب الفولاذ، الرحيق اللي هو الريحه اللي بيحبها الحاجات السويتي، الحاجات الهاني اودر، البارفانات السويتي اللي تحس انها زي البونبون. انا حمل ما بحبش ده، بس انا اسندس حوت. ايوه، فتلاقيني احب الحاجات التانية اللي هي تبع البحر والخضره وكده. لو كل برج ليه طبعا. لكن الحمل اسندس حمل يحب البارفانات السويتي اللي هي تحسها زي فيها بونبون كده، زي فيها بيسموها بالانجلش هاني ساكل. اوكي. السمة القوية في اصحاب برج الحمل. وانا بطلع صوت وانا باكل؟ لا. السمة القوية النشاط، يعني اول صفة فيهم اكشن. زمان وانا صغيره كان بابي الله يرحمه يقول لي ايوه هلا اكشن بس شايفه راحت فين، انا بقيت ليزي قوي. ما تضربي لي في واحده من اما اخلص دي. طب انا هضرب واحده ثانيه. طب بالهنا والشفا. الصفه اللي بيحتاجها علشان صاحب برج الحمل يحصل له حاله توازن، لازم دايما يعلم نفسه حاجتين. يفضل مركز، والامهات اللي عندها اصحاب برج الحمل تحاول تعلمه منذ الصغر التأني والصبر، لانه مش صبور وبيزهق وسريع واحيانا مندفع، عايز ينجز بسرعه، يلا 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 كده. اقوى الصفات اللي بيتميز بيها الشرف والنشاط والشجاعه والصدق والاعتماد على النفس والوعي بالذات. هو عنده شموخ نفسي، يعني ما بيحبش يحصل بهدله، يعني عنده كرامه. والطفل الحساس جدا في برج الحمل، وما يصحش الام او الاب يهنوه او يتريقوا على احلامه او وكتر النقد يكسره. لا، كل ما شجعوه كل ما ابدع. هو انت قلت لي من 21 لكام؟ ل 21 ل 20 ابريل. يعني مثلا لو الام تقول لا انا مش هقول له برافو عشان يعمل اكتر، ايه الخيابه دي، لا انت ممكن كده، لكن انت الله انت شاطر. ده مع كل العيال ما ينفعش نعمل كده اصلا المفروض. بس في ابراج لما تقول له الله انت شاطر يكتفي عند كده، ما يجودش. لكن اصحاب برج الحمل لو قلت له برافو عليك يديلك اكتر. في الشغل لو المدير قال للواحد برج الحمل ما قالوش برافو او ما ادالوش اي كلمه تشجيع، يهبط حماسه، يهبط. برج الحمل بيحبوا يدلعوا. اوكي. ما تنساش انه طفل اوف ذا زودياك، طفل الابراج. اقوى الاحتياجات بالنسبه له الحركه، الاكشن، الرتابه، الماء ده يجيب له اكتئاب. ما يعرفوش يقعدوا على حالهم. لا هم مهايبرين.
وشخصيتهم هندخل في الشخصيات دلوقتي جواها يعني. الصفات اللي لازم يتجنبها: الاندفاع، التسرع اللي هي العجله، هو مستعجل، التهور، اوكي، الحده والعنف. الابراج اللي بتتوافق معه جدا طبعا الناريين اللي زيه الاسد والقوس. الابراج اللي لا تتوافق معه السرطان والميزان والجدي. يحصل اختلافات. رجعنا لكم مرة تانية وخلينا نتكلم النهارده عن برج الحمل بالتفاصيل. وما دام قلنا ابراج يبقى اكيد النهارده بتشرفنا وتنورنا خبيرة الابراج والناشرة هالة عمر. اهلا اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو. ماشي. عجبتك الاغنية اللي حطيتها؟ طبعا. برجعك كل الاوقات دي جميلة. يوم الاربعاء هنحط بوني ام، ويوم الخميس هنحط مودرن توكينج. فاكرة مودرن توكينج؟ بيقولوا شيري ليه؟ برضه ابو شعر طويل ده. فرق اسمهم ايه اللي كانوا البنتين اللي اسمهم دايما بلاك اند وايت؟ بكرة دول برضه كانوا فظاع. هحطها لك يوم الجمعة او السبت. بكرة مخصوص عشان هالة كانوا جمال. والابا كمان كانوا فظاع. وكوين والبي جيز. لا يعني واريكو ماسياس. هو ايه اللي حصل؟ انا اعرف يا اختي. يعني طب احنا بنتكلم على دول اوروبيين وامريكان وكده، حتى دول اتوكسوا. الذوق العام عندهم وحش. ايه اللي حصل؟ طب انا هقول لك حاجه، انت لما بتروحي امريكا والبلاد المتقدمه كده بتشوفي الناس لابسه ايه في الشارع؟ لابسين وحش. لابسين مبهدل قوي. طب مبهدلين، لابسين وحش، شكلهم وحش. وشوفيهم زمان دولت كانت الانق يعني في ايطاليا. انا مثلا بروح اقول هلاقي ناس ماشيه في الشوارع لابسه حلو، لابسين وحش. والاغاني بتاعت دلوقتي عالميا كلها بس في باريس لا يعني مش قوي مش زي الاول، بس افضلهم. يعني بصي تروحي يمين تروحي شمال. وفي لندن لا، تروحي يمين تروحي شمال. مفيش احلى من المصريين. من حيث ايه طيب؟ لا انا ما برج الحمل ما بعرفش يكذب. بيقطعوا في اشجار الميريلاند. يلا شفتي الوكسه والحوسه؟ انا مش وسمعت كمان ان هم عايزين يهدوا الماريجين واللي جنبه اسمه ايه؟ حياه. ايوه. وهيهدوه، عايزين يطلعوا بعمارات طويله. مش عمارات لا، بس دوت لو هدوه مش مشكله. دي حاجات حديثه ملهاش قيمه فنيه ولا تراثيه. ماشي، بس هيتعمل مكانها 3 فنادق. ابراج. لا فنادق. بس هيقفلوا النيل على الناس. هم مقفول يعني. لا يعني اللي عايشين على النيل بيشوفوا النيل. في جاردن سيتي. بس ما الابراج دلوقتي موجوده وقافله عليهم برضه. لا قافله. لا يعني بقى عاديها. بص على طريق المعادي مش في ابراج على الشمال؟ مش قافلين حرم النيل ليه؟ ما هو في كورنيش والناس تمشي وتتبسط وتشم هوا. صح. انا مش فاهمه ليه هي ضيقت يعني. ما يعملوا الحاجات دي في العاصمه الجديده بقى. والعاصمه الجديده لو هيبقوا عندهم يعني اللي واضح ان هم عايزين يقلدوا دبي بقى فيها نيل صناعي. تعملوا نيل صناعي يا اخي. ما اعرفش، انا مش عارفه ليه الزنقه دي، ليه بينكدوا على الحتت الحلوه؟ احنا بنحب الزنقه. ولا مؤاخذه هي محتاجه كده بقى. الواحد قبل كده قال لك الحاره المزنوقه. والله حاجه تحزن. انا اللي انا مستغرباه ان احنا كلنا قاعدين نقول ايه اللي حصل ربع يا حبيبي. لا هربع بقى. لا تيك يور يعني هتحلو قوي معاكي. عيش حياتك. عايزه تربعي ربعي. لا انا ما عنديش يعني ما اعرفش اقعد القعده دي. ركبي توجعني. انا شخص رياضي. انت راضي الاستيك. مش عارفه مره وقلت لي هتقابلك مشاكل كتير. بس المفروض تكون خلاص ابتدت تتحسن. يعني الصحة ما بقتش كويسة 100%، ولكن أحسن من الأول مفروض، ولا إيه؟ لا الحمد لله أحسن من الأول بكتير. وهتتحسن أحسن. وماديا برضو. هي بنتك في مدرسة ولا بتشتغل؟ لا بنتي في المدرسة ثانية إعدادي. طيب هي ممكن تكون عندها قدرة للمذاكرة أحسن من الفترة اللي فاتت. الحمد لله صح. بتركز اكتر لان الكوكب اللي كان مع كيسكو مشي احنا قلنا هيرجع تاني شهر 7 لحد شهر 8 لحد سبتمبر. هبقى اقول لكم بالظبط المره الجايه. بس المفروض ان انتوا صحيح منتوش زي ما تتمنوا، مش A1 بس في تقدم ولو بطيء شويه.
في كل المجالات سواء صحيا او قدره دراسه ماديا. ارجع اقول لكم ان في حته بقى الرزق ملهاش دعوه، هيبقى احسن، بس انا مش عارفه ربنا مقدر لك رزق قد ايه. فانت احسن من الاول، بس ما هواش اللي انت نفسك فيه. هيحصل تقدم شويه شويه. تفائلي يا وفاء، والله الدنيا هتبقى زي الفل. بشكرك يا استاذه وفاء، شكرا ليكي. شكرا، واعتقد ان هاله جاوبت بالتفصيل. فاضل لي 3 دقائق. طيب نتكلم على حته مهمه قوي بقى في برج الحمل عاطفيا. هو فياض المشاعر ومشاعره كتيره ومتحمس، فمعظم يعني 99% من اصحاب برج الحمل بيتجوزوا بسرعه جدا، لان هو ممكن يحب حد من اول نظره ويطلقوا بسرعه جدا ويطلقوا، فبعدين يتعلم. هو الجميل في برج الحمل انه يا رب يعني ربنا ينور بصيرته ويتعلم. هو بيحصل حاله من الاندفاع، وبعدين هو بيبقى بيحب بكل كيانه وعنده احلامه وعايش في قصته، ويفاجئ بالامر الواقع. فاكستريمست بقى، مش يرجع بقى يبص على الموضوع يقفل كومبليتلي، خلص الموضوع دي بايظه شوف غيرها، يعني انا لاعب بره اللعبه خلينا نخلص دي. فهي المشكله ان هو من كتر ما هو نقي المشاعر، يعني لازم ياخدها الحاجه بيور زي ما في دماغه. لو حصل فيها شوائب خلاص باظت العلاقه. وهو يعني في الحته دي شويه في ناس تتصوره انه احمق، بس هو في رايه انه هو صادق، لانه ما بيقدرش يعيش مع حد، او يقدر ما يعرفش يمثل على حد، ما يعرفش ينافق حد، يعني ما عندوش القدره بتاعت انه ممكن يظبط نفسه على تيون المرحله الشكل ده او الشخص ده. هو تلقائي جدا. فالناس لو فهمت ده مش هتزعل منه، لكن في ناس ما بتفهمش. يا سلام، يا ايه اللي حصل يعني، ما دي ممكن عيب ونبلعه. لا، هو المفروض ان هو عايز الشكل ده اللي هيعيش معاه. مع النضوج طبعا والحياه والتجارب والوجعات والكسرات، لانه من كتر طيبته بيستخدم كتير جدا من اصحاب كتير قوي، وبيستغل كتير جدا، وبيخدع جدا، لان هو متصور ان كل الناس زيه. فهو يفاجئ ان اللي قدامه كان بينافقه، كان بيعرفه عشان مصلحه، فبيتعور قوي ويتوجع قوي، فيبتدي بقى شويه شويه جلده ينشف بقى. فبياخد وقت، لكن بيتوجع نفسيا كتير جدا، وبتصدم في ناس كتير جدا علشان الحته دي فيه.